فضيحة كبيرة عند ولاد رشيل هتكون السبب في تأسيس جهاز المخابرات المصرية. في أوائل الخمسينات القاهرة كانت هادية من بره، لكن من جوه الدنيا كانت بتغلي. فجأة بتحصل سلسلة انفجارات غريبة في أماكن حيوية، مكتبات أجنبية ومكاتب دبلوماسية ومؤسسات مهمة. لكن كان مين ورا الحوادث دي؟ اللي بيبان للناس إنها حوادث عشوائية، كانت في الحقيقة وراها شبكة كاملة من الجواسيس اليهود المصريين. كانت خطة محبوكة اسمها عملية سوزانا، أو اللي التاريخ سماها بعد كده فضيحة لافون. المخطط كان بسيط في شكله، شيطاني في فكرته، يضربوا مصالح أمريكية وبريطانية جوه مصر ويتقال إن اللي وراها المصريين. ساعتها أمريكا وبريطانيا هيقولوا مصر بلد مش آمنة وما ينفعش نسلمها قناة السويس. لكن اللعبة الكبيرة دي اتكشفت والشبكة وقعت واحد ورا التاني. وهنا عبد الناصر وقف وقال من النهاردة لازم يبقى عندنا جهاز يحمي البلد دي من جوه قبل من بره. ومن هنا اتولد جهاز المخابرات العامة المصرية. أنا بسمة فؤاد، والنهاردة حكاية جديدة من لعبة المصالح. في ناس كتير ما تعرفش إن الصهيونية كحركة بدأت قبل وجود ولاد رشيل بسنين كتيرة. سنة 1897 اتأسست أول جمعية صهيونية اسمها بار كوخبا في مصر، وكانت ضمن حركات صهيونية نشأت جوه يهود مصر. وبعدين الجمعيات دي كترت لحد ما توحدت سنة 1917 تحت اسم الاتحاد الصهيوني. الحركة دي فضلت شغالة في العلن وبشكل قانوني لحد ما حصلت مظاهرات مؤيدة لوعد بلفور في نوفمبر 45، وده خلى الحكومة المصرية تفوق وتقفل النوادي والمكاتب الصهيونية. لكن الحقيقة ان مش كل يهود مصر كانوا صهاينة، معظمهم كانوا مصريين وعايشين هنا من عشرات السنين وشغالين في كل المجالات. منهم مثلا توجو مزراحي وكاميليا اللي كان اسمها ليليان ليفي كوهين ورائية ابراهيم، وكتير جدا كانوا ناجحين ومندمجين كمان في المجتمع. ومش بس في مصر، كانوا عايشين في امان في سوريا وفي العراق حتى لما قامت الحرب سنة 48. حوالي من 50 ل 55 ألف يهودي فضلوا عايشين في مصر، وده دليل على ان هم كتير منهم ما كانوش شايفين اصلا دولة ولاد رشيل وطن بديل ليهم، وده كانت بشهادتهم نفسهم. لكن تأسيس الكيان هو اللي جه ودمر كل حاجة. سنة 48 كانت مصر على صفيح ساخن، حرب فلسطين مولعة، الشارع المصري كان غضبان، واليهود جوه مصر ما بين اللي عايشين في أمان كمصريين وبين اللي بيراقبوا المشهد عشان يشوفوا مين اللي هيكسب ويروحوا معاه. فجأة مصر تقوم على سلسلة انفجارات تهز القاهرة، محلات لليهود، مخازن، أماكن تجارية زي شيكوريل وعدس وجاتينو، ودي كلها كانت محلات مشهورة جدا. والناس كانت بتسأل مين ورا التفجيرات دي؟ بعض اليهود اتهموا مصر ان هي اللي بتعمل فيهم كده، لكن المفاجأة بقى ان اللي كانوا ورا التفجيرات دي جماعة الإخوان المسلمين. بس الأغرب ان الجماعة دي نفسها اللي بيرفعوا شعار الدين كانت متأسسة في الأساس على إيد المخابرات البريطانية. لكن السؤال هي ليه بريطانيا بتعمل كده؟ الحقيقة ان الهدف كان واضح، خلط الأوراق. بريطانيا كانت عايزة تسيطر على المشهد، تشعل العداء بين المصريين واليهود المحليين، وتفتح باب فوضى كبيرة بحيث محدش يبقى مركز ان في مشروع صهيوني بيتبني في فلسطين. يعني التفجيرات ما كانتش عشوائية، كانت لعبة سياسة ومصالح، لعبة اتلعبت على أرض مصر وضحاياها كانوا مدنيين بسطاء. وعشان كان لازم الدولة تقف للي بيخرب في أرضها بيعتدي على مواطنيها، تم تقديم أعضاء جماعة الإخوان للمحاكمة واتحكم عليهم في قضية التفجيرات. ورئيس الوزراء النقراشي باشا ساعتها حظر جماعة الإخوان واعتقل أعضائها وبعدها اختلوه. المشكلة كانت بين جماعة الإخوان واليهود، مش الحكومة المصرية زي ما كان البعض بيقول. وزي ما كان في يهود مصريين وطنيين، كان في مجموعة منهم مجرمين قاموا بعمليات إرهابية بأمر وتمويل من ولاد رشيل. تعالوا بقى نحكي الحكاية. ولاد كوين كانوا بدأوا بالفعل في استهداف مصر، بس مش بمواجهة مباشرة، واشتغلوا على تدريب يهود مصريين متطرفين في القاهرة وفي اسكندرية، وكانوا بيختاروهم بعناية شديدة. منهم الدكتور موسى ليتو والمهندس صموئيل بخور عزرا، واللي قام بتدريبهم ضابط الموساد إبراهام دار، واللي اتعرف باسم جون دارلينج. يمكن الجمهور العربي يعرفه من تجسيده في مسلسل رأفت الهجان. كان مطلوب القبض عليه من السلطات المصرية والبريطانية في نفس الوقت. الشبكة دي محتاجة تدريب كبير، فياخدوهم لفرنسا وبعدين يروحوا على ولاد رشيل عشان يخرجوا من مصر من غير ما حد يشك فيهم. حكومة ولاد رشيل قاموا بعملية كبيرة وكانت نقطة تحول كبيرة في علاقة اليهود بمصر، وبسبب تأثيرها السلبي اتسمت بالفضيحة، الفضيحة اللي غيرت شكل العلاقات بيننا وبينهم. الحكاية بدأت لما حكومة ولاد رشيل كانت قلقانة من النظام الجمهوري الجديد بقيادة جمال عبد الناصر سنة 54.
خاصة لما توقعوا إن مصر هتأمم قناة السويس وإن القوات البريطانية هتنسحب. فالجيش الصهيوني حط خطة اسمها عملية سوزانا، اللي كان الهدف منها تفجير أهداف أمريكية وبريطانية في مصر عشان يقولوا إن ده عمل إرهابي من المصريين، ويوروا الغرب إن النظام الجديد مش قادر يحمي مصالح حلفائه. فكونوا خلية من 13 جاسوس مصري يهودي، جندهم ضابط الموساد إبراهام دار اللي دخل مصر باسم مستعار باسم جون دارلينج، وكانت شغالة معاه سكرتيرة في الخلية بتاعته كانت مارسيل فيكتورين نينو عشان تنسق بين خلايا القاهرة واللي موجودين في اسكندرية. وبعد فترة مراقبة وتصوير وتقارير جت ساعة الصفر لتنفيذ العمليات بتاعتهم. دخل الليل والناس بدأت تروح لبيتها بعد تعب شغل اليوم، نزلت خلية سوزانا وتوزعوا على أماكن متفرقة. بدأوا يوزعوا قنابل في المكتب الثقافي الأمريكي في القاهرة واسكندرية، وفي مكاتب البريد، وفي دار سينما في اسكندرية. والتعليمات كانت بتقول إن القنابل تنفجر بعد ما يقفلوا بالليل عشان ما يحصلش قتلى، لأن طبعا في أجانب كانت هتموت. الهدف كان تخريب العلاقات مش قتل الناس، لكن لسوء حظهم العملية انهارت، وانهارت بسبب غباء عميل منهم. كان بيحاول يدخل سينما في اسكندرية في الوقت اللي كانت الناس بتستعد عشان تدخل تشوف الفيلم، وفجأة يحصل انفجار. الشرطة تمسك العميل ده، يكتشفوا انه كان حاطط مادة متفجرة في جيبه انفجرت قبل اوانها، ومن خلال التحقيق معاه الشبكة كلها اتكشفت. انا حاولت اسمه كل حاجه، هقول على كل حاجه. مارسيل نينو حست بالخطر وهربت لراس البر، لكن الأمن فضل وراها وقدر يستدرجها بمكالمة تليفون في فندق، واعتقلوها في أوائل أغسطس 54. أما إبراهام قدر يهرب من مصر، لكن بقية الجواسيس اتقبض عليهم وتقدموا للمحاكمة، وبقت فضيحة ليهم. الفضيحة دي عملت زلزال وصراعات سياسية ضخمة عند ولاد رشيل، عرفت ساعتها هناك باسم قضية العار. قادة الجيش والمخابرات فضلوا يرموا الكورة على بعض، لكن مين اللي أصدر الأمر إنه يفعل الخلية دي؟ كان الجنرال بنيامين جبيلي رئيس الاستخبارات العسكرية. قال إنه تلقى التعليمات من وزير الدفاع بنحاس لافون، لكن لافون أنكر علمه بالعملية واتهم اللي فوقيه بتوريطه، والنتيجة لافون استقال وديفيد بن غوريون رجع لرئاسة الحكومة. إسرائيل كتمت على تفاصيل العملية دي لسنين من غير أي تفاصيل، وما اتكشفش رسميا عن أسماء العملاء إلا بعد أكتر من 15 سنة. جمال عبد الناصر حس بالخطر في الفترة دي، وكان لازم يكون له رد على اللي بيحصل، فقرر إنه يأسس جهاز المخابرات سنة 54، وجاب زكريا محي الدين رئيس للجهاز، وكان الهدف حماية الأمن المصري. وفضل الجهاز يتدرب على إيد السوفييت ويحسن من أدائه لحد ما جه صلاح نصر، وهو يعتبر المؤسس الحقيقي لجهاز المخابرات واللي كشف شبكات تجسس مختلفة داخل مصر. فضيحة لافون ما كانتش آخر محاولات ولاد رشيل لاختراق الأمن المصري عن طريق اليهود المتطرفين. فضلوا مكملين في زرع جواسيس زي إيلي كوهين، وده كان يهودي مصري من اسكندرية، اتولد سنة 1924 وانضم للتنظيمات الصهيونية من وهو عيل صغير. شارك كوهين في أنشطة الخلية سنة 54، لكن ما كانوش قبضوا عليه، ولما اتكشفت الشبكة اعتقلوه، لكن قدر يقنع المحققين إنه بريء. كان جاسوس زي ما قال الكتاب، وعرف إنه يخرج من مصر سنة 55 عشان يلتحق بالموساد ويروح سوريا ويكون اسمه كامل أمين ثابت. وبسبب العملية دي بقى اتقبض عليه واتعدم في دمشق سنة 1965. المهم لما مصر أعلنت عن تجربة صواريخ قادرة إنها توصل لولاد رشيل، بن غوريون ما سكتش وأصدر وقتها أوامر إنه يحبط المشروع ده، وولاد رشيل بدأوا حملة إرهاب ضد العلماء الألمان اللي كانوا بيساعدوا مصر. مثلا كان في عالم مهم قوي اسمه هاينز كروغ اختفى، والدنيا اتقلبت والكل كان بيدور عليه، وبعد فترة لقوه اغتيل، وفكروا ان هما كمان يكملوا انتقام وعمليات إرهابية بس بصورة جديدة. بدأوا يبعتوا طرود متفجرة لمقر مشروع الصواريخ في القاهرة، وانفجرت فعلا وقتلت 5 عمال مصريين وجرحت السكرتيرة الألمانية. وبالمناسبة قاموا باغتيال وتهديد علماء تانيين في سويسرا وألمانيا، لكن العملية دي اتكشفت لما اتقبض على عميلين للموساد في سويسرا، وده سبب فضيحة دولية لإسرائيل. الحكومة الألمانية اتدخلت وأقنعت العلماء إنهم يرجعوا لبلادهم، والبرنامج الصاروخي المصري وقف. ونتيجة الأزمة دي مدير الموساد إيسير هاريل استقال سنة 1963، وولاد رشيل ما وقفوش عمليات التجسس.
فتعاونوا مع الجاسوس فولفجانج لودز. لكن مين بقى فولفجانج ده وازاي قدر انه يوصل لمعلومات مهمه ينقلها للجيش الاسرائيلي؟ هو يهودي الماني كان عايش عند ولاد رشيل، وصل القاهره سنه 61. كان متقمص شخصيه بارون الماني سابق في جيش هتلر، واندمج في الاوساط الارستقراطيه. ومش بس كده، راح اتجوز ست مصريه 4 سنين، وعلى مدى 4 سنين نقل معلومات حساسه عن مواقع عسكريه ومطارات. وبعد رصد اتصالات لاسلكيه من بيته اتقبض عليه سنه 1965 واتحكم عليه بالسجن المؤبد، لكن افرج عنه سنه 68 في صفقه تبادل اسرى. قصتنا النهارده مش تاريخ قديم، لكن هو تاريخ ممتد ومكمل معانا. اليهود كانوا عايشين معانا وزينا زيهم، لكن مش كلهم كانوا ملائكه. فيهم متطرفين كانوا كارهين الوطن اللي عاشوا فيه وكلوا من خيره، استغلوهم عشان يخربوا ويدمروا الارض. والحقيقه ان اللي اشعل فتيل الازمات ديت معاهم كانت اخوان الشر اللي كانوا شغالين بتمويل بريطاني ضدهم. لكن هتفضل المصالح بتحرك الجماعات الشريره اللي ما عندهاش اي انتماء غير اللي يدفع اكتر.